صباح الخير. في حلقة النهاردة هشارك معاكم روتيني في أيام الامتحانات كطالبة في تالتة إعدادي. طبعا زي ما انتوا عارفين فترة الامتحانات بتكون فترة صعبة جدا علينا كلنا وبنكون مضغوطين وورانا حاجات كتيرة لازم نعملها، فعشان كده قررت اني أشارك معاكم روتين بتاعي النهاردة. أول حاجة أنا صحيت كانت حوالي الساعة 7 زي ما انتوا شايفين السما كان شكلها حلو جدا فقلت أصورها لكم. بس قبل ما نكمل بقية الروتين ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو بنزله، واكتبوا لي في الكومنتس هل انتم امتحنتوا ولا لسه. احنا طبعا كثالثه اعدادي لسه ما امتحناش. المهم بعد ما صورت لكم يعني الفيو كده بتاع السما، رحت بقى عشان اتوضى واغسل سناني، الحاجات اليوميه المعتاده يعني. انتوا عارفين ان المشكلة اللي انا بقالي كام يعني تقريبا من اول شهر 12 وانا مش بنام كويس، ان انا ببقى سهرانة فترة طويلة بالليل عشان بذاكر وببقى ورايا كذا حاجة تانية غير المذاكرة بخلصها. فعشان كده بقالي فترة طويلة مش بنام كويس فمبقاش مركزة اوي الصبح. المهم انا هنا اتوضيت وغسلت اسناني. انا بستخدم المعجون ده من سيجنال، بحبه جدا، تقدروا تستخدموا اي نوع تاني. بعد كده صليت الفجر الحمد لله. يعني لسه برضو محاولات ان انا اظبط ان انا اصلي في ميعاده مش بتنجح، فادعوا لي ان انا اقدر اصلي في ميعاده وكده، لان انا اليوم اللي ما بروحش فيه المدرسه ما بعرفش اصحى بدري فيه. بعد كده فطرت. ماما كانت عامله لنا قرص محشيه بالجبنه والزيتون والفلفل وكده. طعمها حلو جدا، بحب الحاجات اي حاجه فيها معجنات ومخبوزات انا بحبها جدا وخصوصا في الشتاء. بعد كده قعدت اذاكر الدين، او بمعنى اصح الم الدين، لان انا هيبقى عندي امتحان العربي والدين في نفس اليوم، وانا ما ذاكرتش الدين من اول السنه ولا فتحته. بس انا بعتبر ان الدين معلومات عامه، يعني هو اكيد كلنا عندنا معلومات دينيه، فبيبقى فيه شويه حاجات كده في الكتاب، او الكتاب بيبقى مركز على مواضيع معينه فما بتبقاش مذاكرته صعبه يعني ولا حاجه. وكمان هو بالنسبة لي يعني مش بيمثل جهد كبير وكده، لان انا اصلا حافظة الصورة. فيعني ما الصورة يعني هي اللي بتبقى مثلا عاملة مشكلة مع الناس ان هي تحفظها، بس انا اصلا الحمد لله يعني حافظاها، فبقرأ يعني المواضيع كده اللي كانت عندنا في الكتاب، وبراجع برضو على الآيات القرآنية والاحاديث. ويعني مثلا هديكم نصيحة كده، مثلا لو لسه ما امتحنتوش دين، اكتبوا يعني حاجات عامة، هي بتجيلكم أسئلة عامة أساسا فجاوبوا بإجابات عامة. اي اجابه هتبقى ماشيه على فكره، يعني مش لازم اجابات محدده، يعني طالما مثلا لو مش قران او تكملي قران او حديث كملي بحاجات عامه جدا الدنيا هتمشي. ولو تفسير قران افهمي، يعني وانتي بتحفظي افهمي، ما تحفظيش التفسير، لا احفظي الايات بس وافهمي تفسيرها. وبرضو الاحاديث نفس الفكره، احفظيهم وافهمي تفسيرهم كده وعبري انتي بطريقتك، هتتحسب لك صح وهتاخدي الدرجه كامله عادي جدا. بعد كده قلت احل كده شوية امتحانات برضو، لان انا بالنسبة لي حل الامتحانات مهم جدا. يعني انا بشوف ان المراجعة حل امتحانات، وانا اصلا عملت لكم فيديو قبل كده عن ازاي تراجعوا المواد كلها في 7 ايام، بس هو دلوقتي اصلا ما عادش فاضل 7 ايام على الاسبوع. بس برضو لو انتوا لسه عايزين تراجعوا اتفرجوا عليها، هتديكم نصايح حلوة يعني انكم تراجعوا المواد. ومن النصايح اللي اديتها لكم هي انكم تحلوا امتحانات كتير وتدربوا على اسئلة كتير، لان المراجعة هي حل اسئلة وامتحانات. هو اول ما بتشوفوا بقى شكل السؤال هيجيلكم ازاي في الامتحان، زائد بقى بتختبروا معلوماتكم، ايه الجزئية اللي انتوا مش فاهمينها، ايه الجزئية اللي عايزين تعيدوا عليها تاني، كل ده بتعرفوه من حل الاسئلة. هو بصراحة الساينس صعب، يعني انا ما انكرش ده، بس عادي يعني مفيش حاجة مستحيلة، هو صعب بس مش مستحيل فهيتذاكر يعني. ومع ذلك كان في اسئله واقفه عليا، اي اسئله واقفه عليا بحط عليها علامه صح وبسال عليها المستر او ماما او بابا كده، هما بيفهموها لي. وكمان تقدروا تتأكدوا من الإجابات بتاعتكم من الجايد أنسر وكده وتصححوا لنفسكم. هو أنا ليه ملاحظة إن في محافظات بيكون أسئلتها صعبة جدا ومحافظات تانية أسئلتها مش صعبة. يعني بجد أصعب محافظات أنا قابلتها في حل امتحانات هما الشرقية والقليوبية والمنصورة. بجد ربنا يكون في عون الطلاب اللي في المحافظات دي، الأسئلة صعبة جدا، بحسها أسئلة من بره المنهج كده. بس يعني هي أسئلة يعني مستويات عليا وفيها لفة وكده، فيعني هي حاجة كويسة برضو. المهم انا خلصت يعني الامتحان، خلصت حل الامتحان وبدأت اجهز عشان كان عندي درس عربي، عشان امتحان العربي خلاص قرب. الجو قلب فجأة، الجو اللي كان مشمس وحلو الصبح ده قلب فجأة، فجبت اتقل جاكيت عندي في الدولاب المتبطن من جوه، قلت لازم اوريهولكم. وجبت الهايكول الاسود وبنطلون اسود.
يعني حاجة كده بتدفي في الشتا، لان انا بسقع جدا في الشتا ولازم البس حاجة تقيلة عشان تدفيني، وكمان هرجع متأخر فلازم ابقى لابسة حاجة تقيلة. بعد ما رجعت بقى من الدرس، بصوا ده كان شكل المكتب بجد، كنت عايزة اولع فيه واولع في نفسي واولع في الدنيا كلها. شكله متفركش جدا وانا ما بحبش اقعد في مكان متفركش. فقررت اني ارتبه. ملحوظة دي كلها مش كتبي، دي كمان كتب اختي معايا. هسيب لكم اللينك بتاع قناتها في الديسكريبشن بوكس، روحوا اعملوا لها سبسكرايب، بتنزل فيديوهات حلوة جدا. فسويته. بصوا ده بقى شكله، شفتوا شكله مرتب ازاي وبقى حلو ابن ناس كده. هو ما خدش وقت مني طويل قوي يعني، هو خد حوالي ربع ساعة كده ولا حاجة. وسويت الأوضة معاه بالمرة، بس يعني كده اقدر اذاكر وانا مرتاحة. بعد كده بقى غيرت مكان المذاكرة، ما قعدتش على المكتب، قلت كده ما اراجع شوية تاريخ. وانا بقى هنا قاعدة على الارض. انا عادي جدا ما بحبش اقعد اذاكر في مكان واحد، وخصوصا ان قعدة المكتب بتوجع لي ظهري جدا. فبتلاقوني شوية قاعدة بذاكر على السرير، شوية قاعدة بذاكر على الارض، شوية في المكتب، شوية في الجنينة، يعني كده بغير الاماكن عشان ما ازهقش وفي نفس الوقت عشان ما اتعبش. فبدأت أراجع كده التاريخ. على فكرة التاريخ صعب جدا، ولازم تعرفوا كل واحد عمل ايه، وكلهم بيلخبطوا وداخلين في بعض، فادوا أهمية للتاريخ. لسه قدامكم وقت، راجعوا التاريخ كويس يا جماعة واتكوا عليه، عشان في أحداث كتيرة واحفظوا التواريخ. يعني الناس اللي ما بتحفظش التواريخ لازم تتحفظ يا جماعة، كل حدث حصل فين، وخصوصا التواريخ المهمة زي مثلا معاهدة 1936. ومثلا اللي هي الدرس الأخير ده في التاريخ اللي هو بتاع سعد زغلول، ده مهم جدا لازم تذاكروه كويس. وفي حاجات يعني متكررة كانت من السنة اللي فاتت، اللي هو الكفاح الوطني ده ما احنا واخدينه في القصة بتاعة العربي بتاعة تانية إعدادي، فهو متكرر يعني. والحملة الفرنسية برضه متكررة، بس ضافوا علينا شوية معلومات. هي في حاجات يعني احنا عارفينها قبل كده، وفي حاجات جديدة، ركزوا على الحاجات الجديدة دي أكتر، وركزوا على التواريخ وكل واحد عمل ايه. بالطريقة دي انتوا هتلموا الدنيا. وانا عملت لكم على فكرة كده، نزلت لكم بوست على يوتيوب كده، كتبت لكم فيه احسن المدرسين اللي انا بسمع معاهم على اليوتيوب. انا على فكرة بذاكر يعني ما باخدش دروس الحمد لله كتير، غير في مادة او مادتين، وبسمع الباقي على النت، وفي مدرسين حلوين جدا. شوفوا البوست ده هيفيدكم جدا. واكيد طبعا مش هيعدي اليوم من غير ما اشرب حاجة دافية، فالمشروب المفضل في الشتاء هو السحلب، ولا هوت شوكليت بقى ولا بتاع، هو السحلب بالمكسرات ده احسن حاجه في الشتاء، بيدفي ومغذي ومفيد. وطبعا كده لازم تشربوا حاجه دافيه في اليوم، يعني مش لازم سحلب، اي مشروبكم يعني المفضل. بس انا بحب السحلب وكده، فشربت سحلب والدنيا بقت زي الفل. طبعا مش معنى ان احنا عندنا امتحانات ومضغوطين ان احنا نهمل في نفسنا، لا، لازم برضو نهتم بنفسنا حتى لو في الامتحانات. فعملت السكين كير روتين بتاعي اللي انتم متعودين عليه، واللي مش بغيره كتير، واللي هو الغسول الستارفل، برضو الكريم بتاع الستارفل وايتنينج اللي هو بتاع بالليل. بحبهم جدا وبيريحوا بشرتي. وحتى شفتوا الغسول قرب يخلص وان شاء الله هجيب منه تاني. وجبت شيا باتر دي بالارجان، ايوه بالارجان اويل، وهي اكسترا موسترايزر. الترطيب بتاعها حلو جدا يا جماعه، وريحتها تحفه بجد، لو حطوها على شفايفكم بجد تحفه تحفه تحفه، احلى شيا باتر انا جربتها. انا اساسا دي انا كنت واخداها هديه اصلا، يعني كانت معرفتي بيها ان انا كنت شاريه حاجات من محل كده وادوها لي هديه، كانوا هم عاملين عليها عرض الخمسة ب100 جنيه، بس هي حلوه قوي. وبس كده، ده كان روتيني، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ولو دي اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو بنزله. واكتبولي في الكومنتس خلصتوا امتحانات ولا لسه، واشوفكم بقى على ان شاء الله على خير بعد الامتحانات، وباي.